تحديد الجمهور المستهدف هو العنصر السري لنجاح أي أكاديمية أونلاين أو أي بيزنس بشكل عام. لما تحدد مين جمهورك هتقدر تكيف المحتوى والرسائل بتاعتك بطريقة تناسب احتياجاتهم، التحديات اللي بتقابلهم، علشان تقدم لهم حلول فعالة من خلال الأكاديمية بتاعتك. والجمهور المستهدف المقصود بيه الشخص اللي بياخد قرار الاشتراك. يعني لو انت طلابك أطفال صغيرين يبقى جمهورك المستهدف هم الآباء والأمهات، والأمهات أكتر طبعا. لكن لو طلابك شباب في ثانوية عامة أو في جامعة فهو اللي بياخد القرار بنفسه، فلازم المحتوى بتاعك يناسبه هو مش يناسب ولي أمره. المستوى الاجتماعي والمادي، لو بتقدم خدمة تعليمية مميزة وسعرها غالي شوية زي أكاديمية لغات مثلا وجايب معلمين نيتيف ومناهج عالمية وبتستهدف بيها فئات اجتماعية عالية، هنا التون وشكل المحتوى من ديزاين وفيديو ورسالة تسويقية كله لازم يختلف اختلاف كلي. لو بتستهدف بخدماتك التعليمية جمهور خارج مصر زي منطقة الخليج، هنا هيكون الخطط والمحتوى حتى المنصات مختلفة تماما عن الجمهور المصري. كل الكلام ده لازم تكون محدده بدقة وانت بتشتغل على الخطة التسويقية لمدرستك او اكاديميتك الاونلاين. خليك متابع معانا لو عاوز تتعلم اكتر عن التسويق للخدمات التعليمية.